هاي، ده اكبر دليل يثبت لكم ان الجورنال او الجنك جورنال مش محتاج تكاليف وماتيريالز كتير قوي عشان تبداوه. انا جاي اقول لكم من المستقبل يا جماعه، انتوا مش محتاجين تعملوا اي حاجه ولا تشتروا اي حاجه، مجرد انكم بس تجيبوا اي منتجات او اي حاجات انتوا بتحبوها كانت عندكم وخلصت، اكل، شيبسي، اندومي زي ما انتوا شايفين كده، فتقدروا تعملوا كل ده ببساطه وتحولوه لذكرى حلوه قوي عندكم في الجورنال تفتكروها كل مرة تيجوا تفتحوه. تقدروا كمان تستخدموا الهدايا. كل اللي هتحتاجوها شوية كراكيب زي ما الناس مسمياها، بس هي مش كراكيب، هي الحقيقة ميموريز او ذكرى هتفضل معاكم لفترة طويلة، كل ما تفتحوها تلاقوها قدامكم. بصوا الشكل تحفة بجد. وبس كده، استنوني في جنك جورنال جديد. تعالوا نعمل النهارده جانك جورنال بس جميله وكيوت وبسيطه قوي، وبجد انتوا هتحبوها قوي. هنا انا كنت بختار اللون اللي هحطه في الباك جراوند، واخترت البيبي بلو واستقريت عليه لانه حسيته هو شبه الفايبس بتاعه الفيديو قوي. طبعا هتسالوني انت جايبه الجانك اللي هتستخدميها دي منين؟ هقول لكم ان في شخص انا بحبه جدا هو اللي جايب لي كل حاجه هحطها النهارده في الفيديو. طبعا انا قررت بدل ما ارميها ان انا احتفظ بيها في الجورنال بتاعتي وتفضل دايما ذكرى حلوه. بصوا الشكل بقى في النهايه عامل ازاي. بجد يا جماعه عرفتوا دلوقتي قد ايه فايده الباك جراوند، بجد بتفرق وبتخلي الشكل في حته تانية. طبعا كنا بنحط بقى التاتشات الاخيره، والفراوله كده كانت مديه شكل تحفه. قررت بقى ان انا في النهايه ممكن احط ستيكرز وكده، بس الصراحه رجعت في كلامي تاني، حسيت ان هي شكلها كده حلو قوي. كنت الصراحه احط ستيكر الفراوله ده، بس قلت لا خليها كده، وبجد طلعت تحفه. اكتبوا لي بقى رايكم في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد. تعالوا نعمل النهارده جانك جورنال بس جميله وكيوت وبسيطه قوي، وبجد انتوا هتحبوها قوي. هنا انا كنت بختار اللون اللي هحطه في الباك جراوند، واخترت البيبي بلو واستقريت عليه لانه حسيته هو شبه الفايبس بتاعه الفيديو قوي. طبعا هتسالوني انت جايبه الجانك اللي هتستخدميها دي منين؟ هقول لكم ان في شخص انا بحبه جدا هو اللي جايب لي كل حاجه هحطها النهارده في الفيديو. طبعا انا قررت بدل ما ارميها ان انا احتفظ بيها في الجورنال بتاعتي وتفضل دايما ذكرى حلوه. بصوا الشكل بقى في النهايه عامل ازاي. بجد يا جماعه عرفتوا دلوقتي قد ايه فايده الباك جراوند، بجد بتفرق وبتخلي الشكل في حته تانية. طبعا كنا بنحط بقى التاتشات الاخيره، والفراوله كده كانت مديه شكل تحفه. قررت بقى ان انا في النهايه ممكن احط ستيكرز وكده، بس الصراحه رجعت في كلامي تاني، حسيت ان هي شكلها كده حلو قوي. كنت الصراحه احط ستيكر الفراوله ده، بس قلت لا خليها كده، وبجد طلعت تحفه. اكتبوا لي بقى رايكم في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد. تعالوا نعمل النهارده جانك جديده، وهعلمكم النهارده هيك مهمه قوي في الجورنال، وهي ان احنا لازم ما بين كل جانك وجانك نلزق 2 بيجز مع بعض فاضيين، عشان خاطر نحافظ على سمك الورقه، والورقه ما تتقطعش او مثلا تتهري مننا بسهوله. طبعا من الباك جراوند عرفتوا النهارده الجانك بتاعتنا عباره عن ايه. مش عارفه بجد من غير مطاعمي المفضله انا كنت هعمل ايه في الجانك بتاعتي. طبعا كالعاده بدات الزق الباك جراوند دي، وبجد الملمس بتاعها كان تحفه قوي، ونفسي كل الورق يكون نفس الملمس ده، بيلزق بسرعه وحرفيا ما بيطلعش من مكانه.
لو لسه ما بداتوش جانك جورنال من بعد الفيديوهات بتاعتي دي، انتوا لازم بجد تروحوا تبداوا دلوقتي عشان تعرفوا قد ايه هي مش محتاجه اصلا مجهود، والموضوع سهل قوي. حرفيا انا جبت المنيو وقعدت اقصقص فيه كل حاجه مهمه او كل حاجه تنفع احطها في الجانك، وبجد هتشوفوا المنظر في الاخر. بصوا حرفيا اللي يجي على هواكوا لزقوه، يعني اي حاجه تيجي على هواكوا وعجباكوا قصقصوها ولزقوها، بجد بتدي شكل في الاخر تحفه. اكتبوا لي بقى الجانك الجاي انتوا عايزينه عن ايه، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي. هلو تعالوا نعمل جنك جديدة واقول لكم النهاردة عن كم الاغلاط اللي انا غلطتها. مبدئيا كده دي كانت جيفت جايالي وانا قررت ان انا احتفظ بيها في الجنك بتاعتي. اول غلطة غلطتها هي ان البتاع ده بلاستيك وللاسف ما لزقش على الورق، واضطريت ان انا احط لايرز كتير من الصمغ عشان يلزق، فلجأت للغيرة والحمد لله لزقت. تاني غلطة وهي ان شنط الهدية اللي من النوع ده الكرتون بتاعها بيبقى متين قوي، برضو الصمغ معرفش يلزقها كويس. حسيت ان الجنك بيضيع مني وبدأت افقد الامل، بس قررت ادور على خطة تانية. عايزة اقول لكم بقى ان الورق اللي احنا طبعناه ده بجد من اكتر الحاجات اللي فادتني جدا وانقذتني، خصوصا الورق اللي على شكل ستيكرز ده بجد كان من اكتر الصفقات اللي انا عملتها ونجحت. يعني بجد هينفعكم جدا وهتلاقوا دايما بيكمل النواقص عندكم في الجنك. وعايزة اقول لكم حرفيا ان انا كنت بتعامل مع البلاستيك اللي ملزوقة في الباك جراوند دي بحذر جدا، عشان كل ما احط حاجة كانت بتتشال. بس طبعا زي ما قلت لكم ان الغيره هو اللي انقذني، ودي كان شكلها في النهايه مريحه جدا للعين، وتحسوها كده هديه او جواب من التسعينات. ما تنسوش ان انتوا تقولوا لي رايكم، واشوفكم في جنك جديد.